السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ميعادنا النهارده ومراجعة ليلة الامتحان في التربية الدينية الإسلامية سنة تانية إعدادي. محضرين لكم النهارده معانا مجموعة من الأسئلة الهامة اللي جت قبل كده في امتحان، فإن شاء الله تيجي لكم السنة دي. فعايزك تركز معايا وتتابع الفيديو من أوله لآخره وما تفوتش أي حاجة عشان تحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة. بس في البداية لو أول مرة تتفرج علينا انزل تحت اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش دعمنا بلايك، لأن لايكاتكم وتعليقاتكم هي أكتر حاجة بتشجعنا وتدعمنا إن احنا ننزل لكم فيديوهات أكتر وأكتر وأكتر. نسمي الله كده مع بعض ونقول بسم الله. بسم الله. أول حاجة عندي طبعا بيبدأ الامتحان بالقرآن الكريم. بيقول لي السؤال الأول: اكتب من سورة الفرقان من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله تعالى وكان بين ذلك قواما. هقول أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. كده خلصنا السؤال الأول. طيب تعالى نشوف بعد كده باقي الامتحان. باللي قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. صدق الله العظيم. بيقول لي هنا اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول حاجة بيسألني عليها بيقول لي كلمة رواسي هل هي جبال ولا أنهار ولا بحار؟ طبعا كلمة رواسي عندي جاءت بمعنى جبال. طيب السؤال الثاني بيقول لك مفرد سبل، هل أسبال ولا سبيل ولا أسبل؟ طبعا مفرد كلمة سبل هتكون إيه؟ مفرد سبل هي سبيل. طيب السؤال الثالث بيقول لك جعل الله الأرض دي يعني تفقد كل ما فوقها ولا تبتلع ما فوقها ولا تجذب إليها كل ما فوقها؟ طبعا الإجابة الصحيحة معايا جعل الله الأرض تجذب إليها كل ما فوقها. طيب السؤال الرابع يسبح بحمد الله كل ما في الأرض فقط ولا كل ما في السماء فقط ولا كل ما في الوجود؟ طبعا اللي بيسبح بحمد الله كل ما في الوجود. طيب السؤال جيم بيقول لك لماذا سخر الله كل شيء في الكون؟ هقول لخدمة الإنسان ولأنه خليفة الله في الأرض وليعمر الكون. يبقى دي كانت إجابة السؤال ده معي. طيب السؤال ده بيقول لك ماذا يحدث إذا خلقت الأرض من غير جبال؟ طبعا كلنا عارفين إن الجبال هي اللي بتحفظ عن التوازن الأرض وبتمنعها من الدوران. يبقى لو كان ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض من غير جبال كان ساعتها لن تكون الأرض ثابتة وكانت سوف تتحرك. فده طبعا عندنا من فضل ربنا علينا ونعمته إن هو خلق الجبال عشان تفضل حافظة توازن الأرض وثباتها. طيب تعال نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني عندنا طبعا من الحديث الشريف بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له. طبعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لسه للحديث بقية. بيقول لك أول حاجة تخير المعنى الصحيح مما بين القوسين. سدرة هل هو شجرة النبق ولا شجرة المانجو ولا النخلة؟ طبعا دي هنا عندي بمعنى شجرة النبق. طيب عبثا، عبثا هل هي بسبب ولا دون سبب ولا لأسباب كثيرة؟ طبعا عبثا عندي بمعنى دون سبب. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك اكتب الحديث لآخره. حديث عندي بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال جيم عندي أول نقطة بيقول لك ما أثر القطع الجائر للأشجار على البيئة؟ بيسألني بيقول لي لما احنا بنقطع الأشجار بشكل عشوائي ايه اللي بيحصل على البيئة؟ طبعا هقول عندي يؤدي ذلك إلى نقص المحصول طبعا وتحول الأرض كلها إلى صحراء قاحلة. طيب السؤال الثاني بيقول لك على كل إنسان واجب نحو بيئته. وضح ذلك إيه اللي المفروض كل إنسان يؤديه نحو بيئته؟ هقول عندي مثلا أن نحافظ عليها ونتعامل معها برفق حتى ننتفع بها ونحافظ عليها من التلوث. طيب تعال نشوف بعد كده السؤال الثالث عندي من الفروع. بيقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة.
بيقول لك عبد قوم سبأ الشمس، هل الكلام ده صح؟ بالفعل عندي قوم سبأ عبدوا الشمس. طيب السؤال الثاني بيقول لك الإسلام يحث على الرحمة بالإنسان فقط، طبعا الكلام ده عندي غلط، الإنسان يحث بالرحمة على كل طبعا حاجة، طبعا الإنسان والحيوان وخلافه. طيب السؤال ب بيقول لك ما رأيك في كل سلوك مما يلي صحيح أم غير صحيح، يعني بيقول لك هيذكر لك بعض الأمثلة وعايزك بس تجاوب عليها بصحيح أو غير صحيح. بيقول لك رقم واحد يسهر الليل لحراسة المنشآت، ده طبعا عندي سلوك صحيح. طيب السؤال الثاني يترك المصباح مضيئا دون ضرورة، يعني واحد مولع اللمبة وهو مش محتاج اللمبة دي، طبعا هنا هو بيبذر كده الطاقة الكهربية، فهقول ده عندي سلوك غير صحيح. طيب السؤال ج بيقول لك كيف نستغل الوقت استغلالا صحيحا، هقول له عن طريق تنظيم الوقت وتوزيعه بين العمل والراحة، واثنين عندي عدم تأخير عمل اليوم إلى الغد. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك ذكر القرآن الكريم أسماء حيوانات وحشرات كثيرة، اذكر ثلاثة منها. كثيرة ممكن أقول له عندي البقرة، ممكن أقول له الجمل، ممكن أقول له الثعبان. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك دال رقم واحد بيقول لك علل تولى خالد ابن الوليد إمارة الجيش في غزوة مؤتة، هنا هقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قادة مؤتة وقال إن قتلوا فولوا عليكم واحد منكم، فاختار المسلمون خالد ابن الوليد. طيب السؤال الثاني بيقول لك سميت معركة مؤتة بغزوة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قائدا، طبعا كلنا عارفين إن الشرط الرئيسي عشان نقول على أي معركة غزوة إن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد بتاعها، هنا هقول له لأن الله أخبره بما حدث في القتال. طيب تعال نشوف مع بعض آخر السؤال، بيقول لك السؤال الرابع من الشخصيات والكتاب الإضافي. بيقول لك هنا ألف اختر الصواب مما بين القوسين. كان زيد ابن حارثة خادما في بيت، هل خديجة بنت خويلد ولا أبي بكر الصديق ولا عمر ابن الخطاب؟ طبعا كان عندي زيد بن حارثة خادما في بيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. طيب السؤال الثاني حضر عبد الله بن رواحة بيعة العقبة الأولى في هل الطائف ولا مكة ولا المدينة؟ طبعا عندي بيعة العقبة الأولى كانت عندي في مدينة مكة. طيب بيقول لك من كتاب أسامة ابن زيد، بيقول لك يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن، اختر الصواب مما بين القوسين. خليفة رسول الله هو هل خالد بن الوليد ولا أبو بكر الصديق ولا معاوية ابن أبي سفيان؟ طبعا الوحيد في الثلاثة دول اللي هو كان خليفة المسلمين طبعا كان عندي أبو بكر الصديق. طيب السؤال الثاني بيلقى للعبارة هو هل أسامة بن زيد ولا عقبة بن نافع ولا عبد الله بن مسعود؟ طبعا قائل المقولة هو عندي أسامة بن زيد. طيب السؤال ج بيقول لك أرسل الأنصار عمر بن الخطاب إلى الخليفة أبي بكر الصديق علل، يعني ليه الأنصار أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الخليفة أبي بكر الصديق؟ هقول لينقل إليه رغبتهم في تولية قائد للجيش غير أسامة لصغر سنه، يبقى هم كانوا مختلفين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تولية أسامة ابن جيش قيادة الجيش ليه لصغر سنه، كانوا عايزينه إن هو يعين واحد تاني بدلا منه. طيب آخر سؤال معانا بيقول لك لماذا أصر أبو بكر على قيادة أسامة للجيش؟ هقول لينفذ كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكده أعزائي الطلبة نكون وصلنا لنهاية امتحان النهاردة، أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منه، وما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو مع صحابك عشان تعم الفائدة. وطبعا لو أي حد حابب يستفسر عن أي حاجة وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات أكتر وأكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.